طبعا احنا المصريين اتفننا ان احنا نحنط، اتفننا برضو في المحاشي، احنا حشينا كل حاجة، يعني ممكن لو عجبتنا نحشيك برضو اي حاجة بنحشيها. حشينا كرنب اللي هو الملفوف، ورق عنب، كوسة بأنواعها، والأهم بقى اللي بجد حسيت ان هي كانت مفاجأة، في محشي طماطم ومحشي بصل، معرفش بيحشوه ازاي. انا لسه مكتشفه طماطم البصل ده من ساره، قالت لي انه يعني بيبقى حاجه كده جوسي. ده هو بيبقى رقيق قوي. انت متخيله الطماطم اللي هي جوسي اصلا؟ بص هي عملت ايه هقولك، هي وهي بتسلق الفراخ تمام، الدجاج تمام، كانت حاطه معاه بصله تمام، والقشور بتاعتها من بره راحت طلعت كده تمام. فهي راحت خدتها وهي بتعمل المحشي، بتحشي المحشي، وراحت قعدت تلف كده فيها شويه بتاع وحطيتهم على جنب. انا اكلت واحده بصراحه، انا حاسه لا هتتهري، هي حطيتها على الوش خالص فوق. انا قلت لها ان هي عجبتني، بس يا ساره للاسف انا كنت بضحك عليكي ما عجبتنيش، يا ريت ما نعملهاش تاني، ما تعمليهاش تاني ارجوكي. انما الطماطم بقى دي ازاي يعني؟ انت عارفه التكنيك؟ انا شفت البصل. لا انا ما اعرفش التكنيك ومش عايزه اعرفه عشان ماليش خلق، بس حقيقي انا شفت اسمه ايه ده، الطماطم هي متقوره، متشال القلب بتاعها، اوكي، وفيها الرز عادي وماسكه نفسها وبتاكليها كده الرز بالطماطم. انا ما عجبتنيش، ما اعرفش، بس موجوده متفننين فيها. لا انا ما شفتهاش دي قبل كده بصراحه. الحمد لله الحمد لله. يلا اساليني السؤال بقى انت اللي بعده. انا رجلي ماتت، محتاجين نفردها فعلا.